ظروف إخواننا في اليمن وفي السودان لا أظنها ظروف جيدة. أسوأ الظروف الآن موجودة هنالك. إذن التنافس والعمل والمصداقية والالتزام. أنا أعجبني الكوتش جمال عندما بدأ يتحدث بنقاط محددة التي نحن حددناها، أن يبدأ بالأمان المالي ويحقق الأمان المالي، ثم الحرية المالية، ثم في 3 5 سنوات الثراء. يعني مخطط الأشياء اللي احنا خططناها لجميع الأشخاص. خذوا القدوة، التجارب اللي موجودة عندكم من القادة أرى مهمة بالنسبة لك. لا تحلم معنا بطريقة أفكر في نتائج أماني بدون أي جهد وعمل. هذا ليس سليم. القائدة كوتش أحلام تشتغل بقوة بشكل دائم، كل أسبوع نشاط، كل أسبوع نتائج. رغم عندها فريق كبير وقوي، لا، هذا الأسبوع بتدخل دايركت، الأسبوع الثاني إن شاء الله دايركت، الأسبوع اللي بعده دايركت شغالة. لأجل إذا كان أي واحد من فريقها يرى فيه نقص أو شيء، هي بتبين له أن النقص موجود عنده فقط. أما على مستوى البزنس قوي جدا. الموديل بزنس عندنا مستواه مرفوع جدا. مستحيل الشركة تنافسنا، مستحيل. السبب في 3 معايير. البساطة أولا، الفكرة. مستحيل جمعنا بين أكبر صناعتين في التاريخ، المال والأعمال اليوم. فكرة بحد ذاتها. البساطة، بسيطة في متناول كل ملاك الهواتف الذكية. سوق ضخم وبسيط. ونسبة العمولات التي سوف تصل إلى 90%. 3 معايير مستحيل الشركة تنافسنا فيها، مستحيل. وبالتالي فإنكم أمام أكبر فرصة وبزنس موديل قوي جدا. أتمنى أنكم تستوعبوا. نعم، هذا ليس لأننا مغاربة وعرب، هذا سوف يقلل من قيمة البزنس، أو لأننا بدأنا من نقطة الصفر ونتبع قوانين البزنس أصلا.